مساء الخير عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والستر والصحه وراحه البال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، امين يا رب. النهارده نعمل مع بعض الزبادي، ودعم بقى لشراء الزبادي، وهنوفر كتير 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 خالص بجد. يعني بدل ما تروحي تجيبي علبه الزبادي من السوبر ماركت مفيش فيها معلقه، لا، هنوفر لك النهارده بعلبه زبادي واحده بس. هنعمل الكميه ده بعلبه زبادي وكل لبن، هنعمل الكميه اللي انتم شايفينها دي كلها. ما شاء الله بجد حلو جدا جدا جدا. شوفوا الزبادي عامل معايا ازاي، شوفوا، بصوا، جميل جدا جدا وحاجه تحفه بجد. بجد حلوه قوي قوي، بجد هنوفر لك كتير. وبكيلو لبن واحد بس وبعلبه زبادي هنعمل كل الكميه اللي حضراتكم شايفينها ده. بس اللي قبل ما نشوف الفيديو، قبل ما ندخل على الفيديو، يا ريت اللي ما عملش اشتراك يشترك في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش لايك لاختكم مقايا وكومنت حلو. وتعالوا نشوف الزبادي مع بعض كده، بجد حلو جدا جدا جدا. شوفوا ما شاء الله الزبادي عامل ازاي، بصوا، بصوا الزبادي، بسم الله. بصوا الزبادي عامل ازاي، بسم الله. مم. يعني انا عملت الصبح تمام كده، وبعد الفطار شوفوا زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا ولا في ميه ولا اي حاجه. بصوا الزبادي عامل ازاي. مم. حلو جدا جدا وهيوفر لك كتير. اعمليه يلا في البيت واملي تلاجتك خير ووفري كتير كتير. تعالوا بقى نخش على الفيديو ونشوف عملنا الزبادي الجميل ده ازاي. ما تنسوش في اللايك والشير وسبسكرايب لأم ايه. وتعالى على الفيديو يلا بسرعه، يلا بينا. هنعمل هنا حبايب قلبي مع بعض الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم. سهل جدا، انا معايا اللبن غلياه، وطبعا يعني بصوا دافي، بصوا استحمل ايديا فيه تمام. هنزل هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم بقيمه كوبايه تمام كده. ومعايا علبه من الزبادي، علبه واحده بس. لو معاكي علبه، لو عندك علبه قشطه وحابه تضيفيها ضيفيها تمام. مش هتقولي لا، ما توقفيش نفسك على حاجه. بعلبة زبادي واحدة بس وبكوباية من اللبن وبكيلو من اللبن هتعملي كمية كبيرة جدا. يلا حبايب قلبي كده صلي على الرسول، وما تنسوش تحطوا لاختكم معايا اللايك. هي علبة واحدة بس. هندوب بقى اللبن كويس جدا، ومعايا مية بتغلي في الكتل. اهو بصوا، نجيب بقى دي كده ونقلب كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حابة تحطي له معلقة من العسل، حابة تضيفي له معلقة من تمام كده. تمام كده يا حبايب قلبي. اهو بصوا، اعمليه قبل الفطار او اعمليه الصبح، مش هياخد منك اي وقت. هتسيبيه طول النهار، او لو هتعمليه بعد الفطار سيبيه طول الليل تمام كده. اهو بصوا ما عادش فيه خلاص، اهو خلاص كده. الزبادي ده زي خميره كده تمام. اهو بصوا بقى هننزل عليه كده. سهل جدا يا حبايب قلبي. متنسوش بقى تحطوا لي لايك، واحاول اقلب كويس جدا. اهو، حابه تضيفي له معلقه من السكر ضيفيله انت وراحتك بقى ايه، عشان يعني ما يبقاش معايا مسكر قوي. هحط بصوا ربع معلقه سكر، بص اهي، ربع معلقه بس، انا مش حابه كتر تمام. لو حابه تعمليه بالفراوله، هاتي كيس اللي هو الجيلي بالفراوله ده، او اللي هو كيس العصير التانج او اي حاجه، واعمليه بالفراوله بيبقى حلو جدا، او اي حاجه. لو عندك عصير فراوله برده مخزناه اعمليه تمام. هرجع بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، واحط هنا تاني. عشان ايه بقى؟ عشان نصب في الكوبايات. معايا هنا الصينيه اللي هحط فيها، بسم الله الرحمن الرحيم. احط فيها كده كده.
وهننزل بقى كده. هاتي بقى اي صينيه عندك، اي حاجه مش هتقول لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا بقى هننزل كده باللبن اهو. بصوا بسم الله. الفيديو بتاعنا بصوا مفيش فيه خالص، يعني مش طويل عليكم ولا اي حاجه. ما تنسوش تحطوا له لايك وجربوا الزبادي يا جماعه، حلو جدا في البيت، بجد حلو جدا جدا. جربوه مش هتندموا، واوفر لكم بكتير اما تشتروه من السوبر ماركت. تمام. بصوا انا عملته على فكره، دي تاني مره اعمله معاكم في رمضان، بس ما كنتش صورت اول مره، يعني دي تاني مره اعمله. ويعني الحمد لله على طول دايما اعمليه في البيت. بعد الفطور بقى بتهدمي بيه، بعد السحور بيبقى حلو جدا. الزبادي مفيش غنى عنه. فعشان تشتري كل يوم كام علبة من الزبادي فبصراحة كتير جدا، مبلغ وقدره. لا احنا هنوفر بقى، هنتحدى الغلاء بتاع الدنيا ده. تمام كده. خلاص اهو. اشوف حاجة بقى كمان احط فيها. بصوا اي حاجة عندك مش هتقول لا، اي اهم حاجة تكون كوبايات ازاز. تمام كده. بصوا انا جبت كوبايه صغيره شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه. تمام كده يا حبايب قلبي. تمام كده. معايا ميه سخنه بتغلي اهي، ميه سخنه. هنزل كده ايه بالميه السخنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. للنص كده بالظبط، او شويه صغيرين. وبتسيبيها بقى ايه. انا كنت مولعه الفرن دلوقتي، عامله رز في الفرن، فانا هحطها بعد ما طفيت الفرن. تمام. او ممكن تحطيها في المطبخ عندك وتغطيها بفوطه كده زي ما هي. تمام كده. هنحطها بقى كده في الفرن، وبعد كده هنبقى نطلع الزبادي بقى ان شاء الله بكره قبل الفطار. هبقى اوريه لكم عامل ازاي. خلاص يا حبايب قلبي. هو كده خلاص الزبادي كده خلص. ولعي الفرن، وبعد ما تدفي الفرن هتحطيه في الفرن. تمام كده. بجد حلو جدا، جربوه يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم.